السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الفستان الأبيض للأرملة في المنام. الفستان الأبيض في منام الأرملة يدل على مال أو أمر مادي يأتي إليها، خصوصا إن كان فستان يؤهل للحج أو العمرة، أو ارتباط برجل ذو مكانة أو وضع طيب، هذا إن كانت مؤهلة لسن الزواج. أيضا قد ترمز رؤيا الفستان الأبيض في منام المرأة الأرملة إلى أنها رسالة ربانية أن تزيل الملابس السوداء وتتوقف عن الحداد، فمن المعلوم أن الحزن لا يتعدى 3 أيام، فلا بد لها أن ترتدي الملابس التي تمنح التفاؤل لحياتها. قد يشير المنام إلى رزق تناله من ميراث أو عمل أو من جهة ما دون تعب. الثياب البيضاء قد يعبر عن التغيرات التي سوف تحدث في حياتها، وعلى الأغلب ستتغير للأفضل على ما هي عليه. ومن يرى في منامه أن أم الأرملة تتزوج وترتدي فستان زفاف، فقد تحتمل أن تكون والله أعلم بشارة على فتح أبواب الخير. ارتداء فستان الزفاف للأرملة في المنام بشارة وعلامة على المنفعة الكبيرة التي سوف تحصل عليها، وإشارة إلى المال الوفير والنجاح في الحياة. بشكل عام ارتداء فستان الزفاف للأرملة قد يكون علامة وبشارة على الخير والنجاح. ويقول ابن سيرين أن فستان الزفاف للأرملة ولبسها الأبيض في المنام فهو دلالة على المال والعطف والنجاح في المستقبل بإذن الله. فرؤية الأرملة التي ترتدي الفستان الأبيض مصنوع من الصوف أو من القطن، فإن هذا يدل على أنها سوف تحصل على الكثير من المال في القريب العاجل. رؤيتها فستان الزفاف يدل على أنها سوف تعيش دنيا جميلة وتتمتع بأخلاق ممتازة وصلاح في الدين. كما يرمز الحلم إلى أنها سوف تتزوج رجل صالح يرعاها ويرعى أبنائها إذا كانت في سن الزواج. فستان الزفاف يشير إلى الفرج القريب بإذن الله من كل الهموم والمشكلات التي كانت تعاني منها. أما في حال كان الفستان متسخ، فالرؤية تعبر عن الهموم التي تعيشها. كما يمكن أن تكون الرؤية إشارة إلى الستر والصحة التي ينعم بها الله عليها. من ترى في المنام أن ابنتها ترتدي الفستان الأبيض يشير إلى اقتراب زواجها، كما يدل على أنها سوف تحصل على الخير من خلالها. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.